قد تم تحديد هذا النظام على أساس السن القانوني للعامل بأجر، وتحديد عند بلوغه سن 60 للرجال و50 للمرأة العاملة. وبالنسبة للنساء العاملات، وبالتالي بناء على طلبها يمكنها أيضا الاستفادة من عام واحد لكل طفل تربيته على الأقل في سن 9 سنوات، بحد أدنى 3 أطفال، والشرط 2: يجب أن يشارك في الصندوق التقاعد المسمى ب CNR. ويعتمد هذا النوع من النظام التقاعد في الجزائر على إطلاق الاشتراك في الصندوق الوطني للتقاعد المعروف باسم CNR لمدة 32 سنة، والذي يمنح العامل الحق في السماح بعودة الاستفادة للتقاعد حتى ولم يصل إلى التقاعد السن 60. وهذا النظام وطالبت به مجموعة من النقابات باعتباره نظاما يوقف عمله بشكل شامل ومتسق في جميع الأوقات من منهج الحكم في الدولة الجزائرية. من هذا النوع من النمط التقاعد في الجمهورية الجزائرية، والتي يثير الجدل في الجزائر سنويا، مادة يتم شطبها في غرف مجلس الشعب وكذلك الصحافة الوطنية والمنتديات.